أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. امتلاء الخزانات في الإقليم الأوسط بالمياه. شرطة المرور في عنسبة تتباحث مع أصحاب السيارات والورش. إسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا. ستولتنبرغ يدعو إلى ضبط النفس وسط التوترات بين صربيا وكوسوفو. وعشرات القتلى والمصابين في حرائق الغابات بالجزائر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرة التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا، 2 من دفر، 1 من دكمحرم. في غضون ذلك شفي 17 مرضى كورونا، 16 في الإقليم الأوسط و1 في الإقليم الجنوبي. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,146، شفي منهم 10,002 وتوفي 103 مريضا، فيما يتلقى 41 مرضى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 18 من أغسطس 2022. أفاد قسم التنمية المعمارية في الإقليم الأوسط امتلاء 80% من أكثر من 85 سدا وحفيرا بالمياه. وأوضح مسؤول البيئة التحتية الزراعية في القسم المهندس أبراهام دانييل أنه رغم تأخر هطول الأمطار في الإقليم الأوسط فأن أغلب السدود امتلأت، فيما أوشكت السدود المتبقية الامتلاء بفضل هطول أمطار غزيرة حاليا. وذكر بأن السدود والحفائر المشيدة في السنوات الماضية في مديريات بريخ والسرجاء وقال نفع تسهم إلى جانب توفير المياه للشرب في التنمية الزراعية، داعيا المزارعين لترشيد استهلاك المياه وحماية خزانات المياه من الطمي. وأكد مزارعو عد لامزا في مديرية قال نفع أن السدود تسهم كثيرا في الإنتاج الزراعي الذي يتجاوز الاستهلاك المنزلي. عقدت شرطة المرور الإريتريا في عنسبة اجتماعا لأصحاب المركبات والورش لمناقشة آليات تساعد في الحد من حوادث المرور وأنشطة غير قانونية. وفي اللقاء الذي احتضنته مدينة كرن في 16 من أغسطس، أوضح مسؤول شرطة المرور في عنسبة الرائد محاري كيداني أن الإقليم شهد خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من هذا العام 172 حادثة مرورية، مما تسببت في وفاة 3 أشخاص وإصابة 88 آخرين وتدمير ممتلكات قيمتها 2,000,000 نغفة. كما تم تغريم 7,280 مركبة خالفت قوانين المرور ب1.3 مليون نغفة. وذكر الرائد محاري أن أغلب المتسببين في ارتكاب الحوادث هم الفئة الشبابية، داعيا أصحاب المركبات تفقد أوضاعهم الصحية وكذلك مركباتهم والتقيد بقوانين المرور والتحرك باطمئنان وحذر وتجديد رخصة السيارات في أوانها والقيام بالفحوصات السنوية للمركبات والإبلاغ الفوري لشرطة المرور في حال ارتكاب الحوادث المرورية. ودعا مسؤول تحقيقات حوادث المرور في الإقليم السيد جرماي تسفاي أصحاب الورش لعدم صيانة المركبات دون أخذ الموافقة من شرطة المرور، مدركين بأن مخالفة ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية، وعليهم أن يكونوا جادين وحذرين في هذا الشأن. وطالب المشاركون بدورهم المواطنين للاستفادة الجيدة من طرق المشاة ومنح اهتمام أكبر لخراب الطرق التي تتسبب في ارتكاب الحوادث وتجديد إشارات المرور، ومنح اهتمام أكبر أيضا للأطفال الذين يستخدمون الدراجات الهوائية لكونهم لا يعرفون إشارات المرور جيدا.
أفاد الكادر الصحي في مديرية غردة تحقيق نتائج مرضية من جهود مكافحة الأمراض المعدية عامة والملاريا خاصة. وأوضحت خبيرة الصحة العامة ميكائيل أن المهنيين الصحيين ينشطون بالتعاون مع المواطنين لمكافحة الأمراض الناتجة عن نقص النظافة والبعوض، مشيرة إلى انخفاض ظاهرة الملاريا والأمراض المعدية. وذكرت رش المبيدات ضد البعوض في 22 ألف منزل ب28 قرية في 9 ضواحي في المديرية. وأشار السكان إلى المساهمة الكبيرة لأنشطة النظافة التي يقومون بها في مكافحة الأمراض. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. تستأنف إسرائيل وتركيا علاقاتهما الدبلوماسية بشكل كامل بعد سنوات من التوتر بين الدولتين، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيانه، مشيرا إلى أنه قد تقرر إعادة السفراء والقناصل العاملين ومنوها إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو إن تركيا لن تتخلى عن القضية الفلسطينية على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل. كما قال المسؤول التركي إن تعيين السفيرين إحدى خطوات تطبيع العلاقات. جاءت هذه الخطوة الإيجابية من إسرائيل نتيجة لهذه الجهود، وقررنا كتركيا أيضا تعيين سفير لدى إسرائيل في تل أبيب. ويذكر أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا شهدت تحولا في الآونة الأخيرة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتركيا في مارس، في أول زيارة لرئيس إسرائيل إلى هذا البلد منذ 2007. دعا الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الطرفين الصربي والكوزوفي إلى ضبط النفس وسط التوتر الذي زاد مؤخرا بين الدولتين الواقعتين في غرب البلقان. جاء ذلك بعد محادثات أجراها ينس ستولتنبرغ مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأكد ستولتنبرغ أن قوات حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو مستعدة للتدخل إذا تعرض الاستقرار بين صربيا وكوسوفو للخطر. وأدى قرار بريشتينا بفرض تصاريح إقامة مؤقتة على الأشخاص الذين يدخلون كوسوفو ببطاقة هوية صربية، وإلزام صرب كوسوفو باستبدال لوحات تسجيل سياراتهم بلوحات جمهورية كوسوفو إلى اندلاع أعمال عنف. الخبر الأخير في هذه النشرة: قضى 26 شخصا وأصيب العشرات في حرائق غابات تضرب 14 منطقة في شمال الجزائر، وفق ما أعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، مفيدا عن حصيلة جديدة للحرائق. وقدم بلجود التعازي لعائلات ضحايا الحرائق، مشيرا إلى أنه على مستوى ولاية الطارف تم تسجيل 24 ضحية، وفي ولاية سطيف تم تسجيل ضحيتين. وأوضحت الحماية المدنية في وقت سابق أن 39 حريقا في 14 ولاية لا يزال متواصلا، وأن ولاية الطارف الحدودية مع تونس أيضا سجلت 16 حريقا، وتدخلت مروحيات في 3 ولايات بينها سوق حراس. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء 350 من السكان، مشيرة إلى قطع طرق واضطراب النيران من بعض المدن. مع الحصيلة المسجلة مؤخرا يرتفع عدد ضحايا حرائق هذا الصيف إلى 30 قتيلا. نهاية النشر، هذا تذكير بأهم العناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. امتلاء الخزانات في الإقليم الأوسط بالمياه. شرطة المرور في عنسبة تتباحث مع أصحاب السيارات والورش.
إسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا. ستولتنبرغ يدعو إلى ضبط النفس وسط التوترات بين صربيا وكوسوفو. وعشرات القتلى والمصابين في حرائق الغابات بالجزائر. انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.